بعد ما وصلتم فيديو تحدي الضحك اللي فات 26,000 لايك، فيلا بينا ننزل بالجزء الثاني. وهرجع تاني افكرك، لو انت عندك فيديوهات بتضحك اهم حاجه ما تنساش ان انت تبعتها لي على الانستجرام عبده مندو 88. ولو الفيديو ده يا رجاله وصل 20,000 لايك هنزل لكم بالجزء الثالث. ويلا بينا. عمرو دياب لايت. دلع عيونه دوبوني والله الله 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 ده اللي فيا يعلم. طبعا يا رجاله ده كله بسبب ترند عمرو دياب اللي طلع، اللي هو الفنان عمرو دياب ضرب المصفوع من الفنان عمرو دياب. طب ما تيجوا كده يا رجاله نشوف الفيديو ده. ايوه هو ده، شايفين يا جماعه؟ تقريبا هو الواد ده اهو، مسكه من هنا اهوت وراح هوب. بص 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 وديب اوبا. يا لا اوبا يا عم، بص بقى ده اخد وقال له لا لا حبيبي تعالى انزل كده ما ينفعش، تعالى تعالى. بصراحه يا جماعه يعني حركه مش لطيفه خالص يعني يا جماعه بصراحه. يعني الحقيقه يا جدعان ده في بيقول لك ان في تعويض مليار جنيه على اللي حصل مع الواد ده. اسمع. شفت الشاب المصفوع عايز تعويض كام من عمرو كام دياب؟ بقى؟ ما شفتش؟ كام؟ تعالى. الشاب اللي كان عايز يتصور مع عمرو دياب وعمرو حلو. دياب اداله قدم بلاغ ضده، والمحامي حلو. بتاعه طلب تعويض مليار جنيه وتعويض ليه؟ ليه؟ نجيب سويرس في ايه؟ يوم جنيه وجنيه، واتهموا عمرو دياب بالتنمر وجنيه. وتجدير الصفو العام، وكمان اتقدم اكتر من 53 محامي من اذن في الاقصر بالدفاع عن الشاب ده ضد المحضر اللي عمله فيه عمرو دياب. والد الشاب قال ما هو كان في 900 بنت قدام عمرو، ليش معنى ضرب ابني بس ولا هو عشان راجل؟ وقال انه اشمعنى؟ اشمعنى يا عم اللي بعده؟ عمرو دياب لايت الجزء الثاني. بسم الله. صورة يا فنان، صورة ايه ده؟ بس هو الحمار بتاعنا فين؟ الحلقة ده حلو؟ حلو يا فنان. طب وانت مش لابس حلق ليه؟ ماشي اللي بعده. ايه الملل ده؟ ما تشوف لنا يا ابني اعلان بيبسي كده ولا حاجة نعملها. عمرو دياب لايت الجزء الثالث. دلع عيونه دوبوني والله الله 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 ده اللي فيا يعلم. يا جدعان موضوع الترند عمرو دياب ده يا جماعه بصراحه يعني جامد. ده كفايه ان في كميه حسابات بقى اسمها المصفوع من عمرو دياب بشكل جنوني على التيك توك. ايه ده؟ ثواني، ده اول كومنت يا جماعه على الفيديو دوت من اكونت اسمه المصفوع من عمرو دياب، كاتب انا المصفوع من عمرو دياب. واكونت اللي بعديه بيقول لك مرات الملسوع بالقلم من عمرو، حق جوزي لازم يرجع. واكونت تاني اسمه المصفوع من عمرو دياب حقه راجع. لا بص بقى، دي جد المصفوع من عمرو دوجز، والله لا اجيب حق حفيدي. ايه ده يا جماعه ده؟ وهنا في ابو اللي عمرو دياب ضربه بالقلم، حق ابني لازم يرجع. وهنا في خالة المصفوع من عمرو دياب، حقك راجع يا حبيب خالته. وهنا في اكونت اسمه ايه ده ماشي المصفوع من عمرو دياب. لا والمشكله يعني ايه الصوره اللي هو حاططها دي؟ ثواني كده يا جماعه، انا عايز بس اشوف الصوره دي. اعمل زوم عليها بسرعه مونتاج. ايه ده؟ يا جدعان التيك توك كده يا جدعان حاجه تانية خالص. طيب الاكونت ده الشباب بينزل فيديو هنا كاتب عليه انا والمحامي بتاعي وان شاء الله مش هسيب حقي مليار. هو الظاهر كده يا شباب خلاص، يعني في صوره نازله ما بين عمرو دياب والمصفوع كاتب انا فقت وهرد الصفحه. يعني شكلهم كده شباب اتصالحوا، بس ده تقريبا يعني صوره قديمه. طب انت بتصور مع الراجل اهو، كان لازم كان لازم تتصور تاني وتالت. تعالوا كده يا شباب نشوف الكومنتات. ابن المصفوع من عمرو دياب، مش هسيب حق ابويا لازم يرجع. ماشي مش مشكله، نفس الاكونت بتاع الفيديو اللي فات اهو، مش مشكله برضو. وهنا بقى مرات المصفوع من عمرو دياب، بواب بيت المصفوع من عمرو دياب، جد المصفوع من الشيخ عشرة المصفوعين. يا جدعان مش ممكن يا جدعان اللي بيحصل ده. هنا في زوجته التانية، وهنا في توأم المصفوع من عمرو دياب، وهنا بقى في ابن اخت المصفوع من عمرو دياب جايب 3000 لايك يعتبر على الكومنت ده. كاتب له ايه بقى؟ حقك راجع يا خالو. يا جدعان تعالوا نخرج شويه يا جدعان من عمرو دياب ده، تعالوا نشوف اي حاجه تانية. ده بقى يا شباب فيديو جالي بقى منكم انتوا، يعني في حد بعت لي الفيديو ده الشباب على الانستجرام عبده مندو 88، ويلا بينا نشوفه. قبل كده غنيت لكم ديسباسيتو، انما ايه ديسباسيتو؟ اوكي نكمل. النهارده انا حفظتها صم وهسمعها لكم النهارده يا شباب هو حافظها صم وهيسمعها لنا وبدون مونتاج وبدون مونتاج. فرنسي ايه؟ دوا او نو no y tatrabatatari si sabes que ya has volato mirándote tengo que hablar contigo hoy. ستوب. قبل كده غنيت لكم طب سيبكم من ده كله.
تعالوا نشوف الكومنتات. باتمانا كاتبه ميكروفون اذاعه المدرسه. المطرشم بقى كاتب له ايه بقى يا شباب؟ اخويا وهو بيكلم نفسه وهو نايم. الحق مين هنا؟ الحق اخت المصفوع من عمرو دياب. يا بخت الاطرش. في واحد هنا يا شباب كاتب له صوتك جميل جدا مع الفري مايك، استمر ولا تهتم لكلام احد ولا حتى كلامه. المايك من عروض اليوم الوطني. الحقوا يا جدعان، واحد بعت لي بيقول لي الحق وش السبايدر مان اللي خرب الدنيا يا جدعان طلع بوشه اخيرا. تعالوا يا شباب كده ايه نشوف طلع ازاي. اسمعوا. انا مش عارف انام يا حاج عادل. يا عم في ايه بس؟ عايزين نعرف الراجل اللي بيغني ورا الكاميرا يا حاج عادل. كلنا عاوزين نعرف. فارس سمير. طب والراجل اللي بيصور يا حاج عادل؟ لا يا عم هو برضه فارس سمير. والراجل اللي بيألف يا عم لا مش كله فارس سمير. لا 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 في كده حاجه غلط يا شباب في الترند ده. حاج عادل. يا ابني بقول لك فارس سمير. طب ما تورينا فارس سمير ده حاج عادل. يا ابني ما هو قدامك اهو. ولا اكذب ولا اتجنن، بكتب واخرج وبمثل. ولا اكذب ولا اتجنن، بكتب واخرج وبمثل. انا بستناكم كتير، انا بستناكم كتير. ظهور فارس سمير. اللي يتوقع يا شباب ان هو هيبين وشه يرزع اشتراك حالا وخليك كوماندو وانزل اشترك في قناه الماندو. يلا انا كده اطمنت على مستقبل يا حاج عادل. خلاص كفايه. هو اخويا يا جماعه اللي يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات هم اخوات. انا كده اعرف انام. استنوا تراك التريريري نزل دلوقتي. ايه ده؟ هم اخوات؟ طب يا جماعه اللي اتاكد من الموضوع ده يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. يعني يا شباب فارس سمير طلع اخو محمود سمير ولا محمود سمير هو اللي اخو فارس؟ واحد ما بقاش فاهم اي حاجه. اللي بعده تقريبا عمرو دياب تاني يا جماعه. تعالوا كده نشوفوا الفنان زاك. تقريبا دي يا شباب حاجه تانية لعمرو دياب. تعالوا كده يا شباب نشوفها. الفنان زاك. تعالوا كده يا شباب نشغل. لا 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 عاوز صورة عاوز صورة عاوز صورة عاوز صورة عاوز صورة الهضبة أصابع الهضبة على وشك صار تاريخي. روح الموضوع وصل السعوديه يا جماعه خلاص. والله بحبك موت. عملت ايه ده؟ مش صاحبه؟ مش صاحبه. لا والله صاحبي. والله بحبك موت. بص يرقص ازاي يا جماعه. خلاص قلنا بلاش تصور كفو عليك والله كفو عليك. الحق يا هضبة. ايه ده؟ حفلاتك اتكنسلت، الجمهور مش عاوزك. يا نهار اسود. صورة يا جدعان. لا مش عايزين. لازم يصلح بقى اللي هو عمله بقى. خلاص هيتصور مع المعجبين. عاوزين لو سمحت. انا لما ضربتكم لمصلحتكم المرة اللي فاتت، المرة دي عاوزين نتصور يا جدعان. بيقولوا لهم ضربتكم لمصلحتكم. حصل. انا لو مكان اللي اتضرب من عمرو دياب طب هيعمل ايه؟ طيب يعني هنعمل ايه؟ وريني كده. استنى يعني هتعمل ايه يعني لو انت مكان اللي اتضرب؟ اهو ده خلاص اتضرب يا شباب. يعني هو بقى لو مكانه كان هيعمل ايه؟ يعني هيردوا له الضربه مثلا؟ تعالوا نشوف. عملش حاجه ليه؟ في ايه؟ معلش اشوفها تاني. اداله واحده سوبلكس يا جماعه من الاخر يعني. بص شباب الكومنت دوت. هنا معانا كومنت بيقول لك المرفوس من المصفوع من عمرو دياب. المضروب من عمرو دياب. والله ما هسيب حقي. بنت اخت المصفوع حقها راجع خالي. وخالته بتقول له حقك راجع يا حبيب خالته. وابوه بيقول يا شباب حق ابني هجيبه. يا جدعان ده كل الكومنتات يا جدعان فعلا عيلته. ايه ده؟ التيك توك يا جدعان اتقلب كده بجد. ايه ده؟ ايه الموضوع ده يا جدعان؟ وجايب الوفات مؤلفه من اللايكات. ايه ده؟ المفروض بقى يا شباب انا كمان اروح اعمل اكونت واقول لك اللي بيتفرج على فيديوهات المصفوع من عمرو دياب. ايه ده كل ده؟ نختم الفيديو ببالو الصعيدي بقى. انت عارف يا يوسف ايه يا بالو؟ مرة في واحد قتل ملك. ايه هو قال ايه؟ مره في واحد قتل مولتو. هو المولتو اليومين دول بيتقتل مش بيتاكل؟ ازاي؟ ازاي؟ جد؟ والله دات الحكومة تمسكه. قال كلمة عمري ما نسيتها في حياتي. الكلمه عمره ما انساها في حياته. ايه هي بقى الكلمه دي؟ قال ايه يا بالو؟ والله ما عارف بس نسيت. هو نسي الكلمه يا جماعه. نسي الكلمه. ما علينا. ثانيه واحده. هو ده حارس امن تمام بتاع بواب عماره لابس ساعه ذهب ازاي؟ عليكم السلام. بقول لكم ايه، انا عايز صاحب العماره اللي هنا. ليه في حاجه ولا في ايه؟ حاجة ولا ايه؟ في إيه؟ عايز اشتري شقتين هنا. هتلعب معانا يا بالو وهيطلع لنا مصلحه كبيره. كات. او صاحب العماره جه اهو. هو ده؟ فينه يا ابني بقول لك؟ صاحب العماره. انتوا متخلفين. ده اكيد البواب. ايه عطفوا عليكم ادوا لك اوضه هنا ولا ايه؟ نعم. انت جاي ليه تاني؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ انت مش تعرفش الحاج عسلي صاحب العمارة دي كلها وصاحب اكبر كافيهات ومطاعم هنا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ ازاي الكلام ده؟ زي ما بقول لك
انا هقول لك ازاي. اللي بعده جيت اقفل يا شباب الحلقه، لقيت فيديو طلع لي تاني لعمرو دياب. كنت انتوا اللي باعتينه. تعالى يا شباب كده نشوفه عمرو دياب الحفله الجايه. حلو قوي. هيعمل ايه بقى؟ بحبك موت بحبك. بص ده، بص اللي زائل ده واقف. ايه ده؟ دغدغ الحفله كلها يا جدعان، وكل طلع متدشمل. بس كده يا شباب، دي كانت حلقه النهارده من تحدي الضحك. لو عجبتك يا ريت تنزل حالا وتشترك في القناه وتعمل لايك. نشوفكم يا شباب في تحدي الضحك الجاي. ولو الفيديو ده وصل ل 20000 لايك انزل لكم الجزء الثالث من تحدي الضحك. وسلاموز بالقشطه والمهلبيه وعمرو دياب والمصفوع وبالو والسبايدر